شباب اولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مايكل عاطف من قناه هنذاكر ماس. النهارده هنحل التقييم بتاع الاسبوع السابع. نبدا كده مع بعض بموديل 1. بيقول لك find and determine 7 ونيجاتيف 1 و1 و2 و3 و5 و2 و3 و5. اتفقنا ان احنا عشان خاطر نبتدي على طول نشتغل قلنا نحط بوزيتيف ونيجاتيف وبوزيتيف. ازاي؟ هنعمل بالشكل ده، تبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، وبعدها ابتدي دلوقتي عشان ديت الاوردر بتاعها 3 باي 3 هبتدي احولها دلوقتي الاوردر بتاعها 2 باي 2. ازاي بقى؟ هنحط البوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف وبعدها نبدا كده على طول بوزيتيف 7 واعمل الديترمنت، مخبي الرو والكولوم بتاع ال 7. مش فاهم قصدك؟ يعني ال 7 دي دوت الرو بتاعها ودوت الكولوم بتاعها، كده اتبقى مين؟ ال 3 و5 3 و5. هكتب اهو 3 و5 3 و5. نكمل نيجاتيف النيجاتيف 1 يبقى بوزيتيف 1. اوريدي مش هكتب ال1 تاني. عملت ايه؟ نيجاتيف النيجاتيف. جبت منين النيجاتيف الثانيه ديت؟ ما هو ده القانون اوريدي ان احنا بنحط بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. برضه هتخبي الرو بتاعها واخبي الكولوم بتاعها، كده اتبقى مين؟ اتبقى هو 2 و5 2 و5. اوكي، نكتبهم ادي 2 5 2 5 بلس ال1. ادي بلس، وطالما 1 خلاص مش هيتكتب لان ال1 تايمز اي حاجه هيديني الحاجه نفسها. فبرضو هعمل الديترم. قلت لك هنخبي الرو بتاعه ونخبي الكولوم، اتبقى 2 و 3 2 و 3. حلو جدا، 2 و 3 2 و 3. يلا بينا بقى نفك ديترمن. يس، اول حاجه ال7 هتنزل، وقلنا ازاي الديترمن بيتفك. قلنا نعمل كروس. ازاي؟ هنعمل ال 3 باي 5 اللي هي بكام؟ ب 15 ماينس ال 3 باي 5 برضه نعمل كروس 3 باي 5 باي ماينس ال 3 باي 5 اللي هي برضه ب 15 بلس فك برضه. يلا ها 2 باي 5 ب 10 ماينس ال 5 باي 2 اللي هي برضه ب 10 بلس ال 2 باي 3 ب 6 ماينس ال 3 باي 2 اللي هي برضه ب 6. الكلام ده كده كله هيطلع بزيرو. دي بزيرو باي 7 يبقى بزيرو بلس 0 بلس 0، يبقى الناتج النهائي كده بايه؟ بزيرو. حلو جدا. equation نمبر 2 بيقول لك اف ان الاي والدي وام وبي واي ان ان هو من الاخر كده الديترمن ده بايكوال كام؟ بايكوال 8. عاوز يعرف الديترمن ده هيطلع بكام، والتشوز كله بنمبرز مبدئيا. هتعمل ايه يا مستر؟ قلت لك تعالى في الديترمن اوريدي قلنا ان احنا ممكن ناخد من الرو او الكولوم، ممكن ناخد منه كومن فاكتور. مش فاهم قصدك؟ يعني انا ملاحظ دلوقتي ان انا معايا في الفيرست كولوم ملاحظ ان كله فيه ايه؟ فيه 3 يا مستر. ساعتها هتاخد ال 3 ديت كومن فاكتور وتطلعها بره. هتقولي هو ده كده صح؟ في الديترمن عادي، دي كانت من البروبرتيز بتاعت الديترمن اوريدي، فاوريدي عادي جدا وينفع ان انا اعمل حاجه زي كده. فانا هاخد من هنا، هاخد ال 3 كومن فاكتور اهي، فهيبقى A B C وادي دي E N. لما جيت هنا برضو لقيت ان في حاجه، ايه هي؟ لقيت هنا في نيجاتيف 2 وهنا في نيجاتيف 2 وهنا برضو في نيجاتيف 2، يبقى ممكن اخد برضو النيجاتيف 2 دي برضو كلها ايه؟ كومن فاكتور. يبقى انا هعمل ساعتها 3 دي ملتبلاي النيجاتيف 2، فاوريدي كده هيتبقى لي هنا M وN وZ. انا بقى ملاحظ ايه؟ انا ملاحظ ان الديترمن ده هو اللي فوق اوريدي اهو، اي بي سي ودي اي اتش وام ان زد. ايه ده؟ ايوه يا مستر خلاص الديترمن ده بقى كله انا هشيله اوريدي، يبقى انا كده هنزل اهو دي نيجاتيف 2 باي 3. واوريدي الديترمن ده اوريدي انا عارف ان الفكه بتاعته بكام؟ ب 8 اهو، هو مديها لي فوق. اوريدي هنعمل لهم بس ملتبلاي ايكوال نيجاتيف 2 باي 3 تطلع بنيجاتيف 6 باي 8 يبقى نيجاتيف 48. ادي يا سيدي كان الحل، يعني يعتبر الحل بتاعها بالظبط يعتبر هو الصح. طيب equation نمبر 3 طبعا احنا دوت زهقنا منه طبعا من ايه؟ من التقييم اللي قبله. بيقول لك solve the right angle triangle ABC at الB. يبقى هو رايت في مين؟ رايت في البي. قلت لك لما قال لك ان هو رايت وات البي ارسم على طول التريانجل واخليها اهوت ب 90 ديجري اهو. اد بقى مين؟ البي، واحط الاي والسي زي ما يعجبك. حطيت هنا الاي وهنا السي برضو صح. طيب مديني الاي سي بكام؟ ب 16 اهي 16
هو مديك الميجر اوف انجل السي بكام؟ ب 40. يبقى الانجل ديت ب 40. اوريدي التريانجل هو بيبقى فيه كام حاجه؟ قلنا بيبقى فيه 3 سايد، فيه 3 انجل. دلوقتي انا معايا 2 انجل ومعايا 1 سايد، كده ناقص لي 2 سايد و1 انجل. هتجيبهم ازاي؟ ابتدي في العموم الحاجات اللي موجوده اكتر. مين اللي موجود اكتر؟ الانجلز. معايا 2 انجلز، معايا واحده ب 90 ومعايا واحده ب 40. يبقى كده اقدر اجيب على طول دايركت الانجل الايه. هتجيبها ازاي؟ اوريدي احنا عارفين ان السم اوف الانتيريور انجلز ان التريانجل ايكوال 180 degree. يبقى انا اوريدي لما اعمل 180 ماينس السم بتاع التو انجلز اوريدي هبقى جبت الثيرد. يبقى 90 بلس ال 40 between two bracket. اوريدي كده تطلع الانجل بكام؟ 90 و 40 130. 180 minus 130 يبقى بايكوال 50 degree. يبقى انا كده قدرت اجيب الايه بكام. طيب السايد بقى يا مستر هتجيبها ازاي؟ المفروض انا كنت بشتغل في الطبيعه عن طريق بايثاغورس ثيورم، كان بيكون معايا 2 سايد واقدر اجيب الثيرد. طب انا دلوقتي ناقصني 2 سايد. هنا اهوت هبتدي برضه اشتغل تاني عن طريق اللو بتاعتي اللي هي الساين اور كوزاين اور تان. ازاي يا مستر؟ هقول لك بقى ازاي. انت دلوقتي معاك انجل مين؟ معايا مستر انجل السي، ومعاك انهي سايد اللي هو كان مديهولك؟ اوريدي معاك كمان الهايبوتنس. حلو. ايه القانون اللي هيكون فيه الاوبزيت بالنسبه اهوت للانجل اهوت السي؟ في الاوبزيت والهايبوتنس الساين يا مستر، وايه القانون برضه يكون في الادجيسنت والهايبوتنس الكوزاين. حلو. يبقى انا دلوقتي اهوت اشتغل معاك اهوت في اول واحد. ساين السي بايكوال ايه؟ بايكوال الاوبزيت اللي هو مين؟ اللي هو مستر الاي بي. حلو. اوفر الهايبوتنس اللي هو مين؟ اللي هو الاي سي. طب انت عايز توصل بايه برضه؟ ما فهمتش. اوريدي السي معاك بكام؟ ب 40. يبقى دي بقت ساين 40 ايكوال الاي بي تعرفها؟ لا، نزلها. الاي سي ب 16. طب مش انا عايز الاي بي؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن، يعني ال 16 من الاخر كده تعمل تايمز للساين 40، يبقى الاي بي عباره عن ال 16 ساين ال 40. خلص. مش فاهم قصدي؟ يعني هتجيب الكالكوليتور هتكتب 16 ساين 40 واقفل البراكت بالشكل ده. 16 ساين ال 40. اوكي؟ هتدوس ايكوال، طلعت ب 10.28. يبقى كده الاي بي طلع بايكوال 10.28 سنتيمتر. انا دلوقتي عايز اجيب بقى مين؟ البي سي. البي سي بالنسبه للانجل السي هي عباره عن الادجيست، يبقى اوريدي كده بقت كوزاين ال 40 ايكوال الادجيسنت اللي هو انا اوريدي عايز اجيبه اوفر الهايبوتنس. يبقى اوريدي برضو البي سي عباره عن ايه بقى؟ بس المره دي بدل السين هتبقى كوزاين. يبقى 16 كوزاين ال 40. طلعت لك على طول البي سي بايكوال 12.26 سنتيمتر. الموضوع هو كان سهل كده. الحمد لله جبت الثلاث حاجات اللي هم كانوا مش موجودين. طيب question number 4. طبعا الاسئله دي طبعا من الاسئله بتاعت بريب 3 الله يرحمها، طبعا انت اوريدي اصلا نسيت. بيقول لك find the slope of the straight line passes by 2 point. كام بوينت؟ 2 بوينت. قلنا لو انا قلت لك عايز السلوب بتاع 2 بوينت بيبقى عباره عن ال سلوب ايكوال y2 minus y1 over x2 minus x1. الخلاصه difference ال y over difference ال x ايكوال. فين ال y2 فين ال y1؟ اهي. مش ديت البوينت الاولى؟ هي دي x1 و y1. وديت البوينت الثانيه x2 و y2. y2 ب 3 minus 7 تاني 3 minus 7 over 1 minus النيجاتيف 2. دي تطلع بكام؟ تطلع ب نيجاتيف 4 over ال 3. ده كده يبقى السلوب. انت بقى احسبها ديت عادي على الكالكوليتر، حطها على الكالكوليتر يطلع على طول الناتج. طيب حاجه جديده كانت بالنسبه لك اللي هو ازاي اقدر اجيب الايكويشن اوف ذا ستريت لاين. اتفقنا اقدر اجيب ايكويشن بتاع الستريت لاين. قلنا لازم يكون معايا حاجه كده. ايه هي؟ لازم يكون معاك البوينت، لازم يكون معاك فيكتورز. لكن تاني لازم يكون معايا بوينت، لازم يكون معايا فيكتورز. طيب انا اوريدي كان شكل القانون اصلا بتاعي
كان بيقول لك ان فيكتور الار بيكوال الاي اللي هي عباره عن البوينت بلس الكي فيكتور اليو، او اي فيكتور ايا كان بقى حسب بقى المسمى اوريدي. طيب الار اوريدي انا يعني هي ديت اصلا هي عباره عن اكس وواي اهي، اكس وواي ايكوال الاي بكام؟ البوينت اللي هو اوريدي مديها لك اهو، هو بيقول لك الايكويشن اوف ذا ستريت لاين بس ثرو ذا بوينت كام وكام؟ نيجاتيف 1 و0 اهي البوينت نيجاتيف 1 و0 بلس الكي معرفش الكي بكام. في اليو بقى عباره عن ايه؟ عباره عن الفيكتور اهو، فيكتور اليو اهو اللي هو ده بكام؟ ب 3 و3 3 و3. هتعمل ايه بقى؟ اوريدي بتعمل انت الاكس بايكوال الاكس بلس الاكس. ما فهمتش، هو عاوز خلي بالك البارامتريك هي دي هتكون البارامتر ان انت هتجيب الاكس بكام وهتجيب الواي بكام. الاكس عباره عن نيجاتيف 1، ما هو النيجاتيف 1 اهوت موجود اهوت عند الاكس اكس بلس، بس خلي بالك مش 3، هي 3 باي كي يبقى بلس ال 3 كي، وديت اول واحده. الواي هتبقى بالواي اكس اللي هي الزيرو اوريدي مش هكتبه بلس ال 3 برضه باي الكي يبقى عباره عن 0 بلس 3 كي اللي هي عباره عن ال 3 كي. يبقى انا كده جبت الاكس عباره عن نيجاتيف 1 بلس 3 كي وجبت الواي عباره عن ال 3 كي. ديت هتكون البارامتريك. يبقى انا اوريدي هي ديت كانت في اول حاجه معانا كانت البارامتريك، مش هنكملها احنا طبعا. طبعا لو انت طبعا كنت هتجيب الكي يبقى انت كده جبت حاجه ثانيه اللي هي الجنرال مش عارف ايه، فانت سيبها لحد هنا. اوكي دوت كده نكون خلصنا موديل 1. تعالى طيب كده نشوف موديل 2. نبدا كده بإيكويشن برضو نمبر 1. عاوز برضو ديترمين زي ما قلت لك هتعمل ايه من البدايه؟ حط بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف اهو، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. اوكي بعدها ابتدي يلا. اول واحد هو ال1، خلاص مش هكتب 1 بس هعمل الديترم كاني حطيت ال1 من بره. قلنا بنخبي الرو وهخبي الكولوم، كده تبقى لك ايه اهو كده ادي اهوت الرو. ايه ده؟ استنى لحظه واحده، ادي الرو وادي الكولوم، كده اتبقى 4 و4 و8 و7. تاني 4 4 8 7 ماينس 4 ماينس 4. دي ترم خبي الرو خبي الكولوم، كده اتبقى 1 و4 3 و7 again 1 4 3 7. حلو جدا بلس 4 ادي ترم خبي الرو خبي الكولوم، اتبقى 1 و4 3 و8. تاني 1 1 4 3 8. يلا بينا نفك الديترمين عادي خالص. 4 باي 7 قلنا طبعا بنعمل كروس، 28 minus 4 باي 8 اللي هي ب 32 minus ال 4 multiply 1 باي 7 7 minus ال 3 باي 4. خلي بالك انا بعمل مين باي مين الاول، بعمل دايما 1 باي 7 minus السكند دوت اللي هو 4 باي 3. اوعى تعكس هيبقى غلط. بلس ال 4 برضو 2 brackets 1 باي 8 minus ال 4 باي 3 اللي هي ب 12. تحط دوت كده كله انت اهوت على الكالكوليتور، يعني الناتج مثلا بتاع ديت كله هيطلع بنيجاتيف 4 minus 7 باي 12 نيجاتيف 5 نيجاتيف 5 باي نيجاتيف 4 يبقى بوزيتيف 20. 8 minus 12 نيجاتيف 4 باي 4 بنيجاتيف 16. نيجاتيف 4 بلس 20 minus 16 الكلام ده كده كله يطلع بإيكوال الزيرو. يبقى الديترمين ده كله هيطلع بإيكوال الزيرو. equation نمبر 2 مديك برضه الديترمين ده بإيكوال 2، عاوز يعرف الديترمين ده هيطلع بكام. زي ما اتفقت معاك كده في موديل 1 قلت لك هل في نمبر موجود في الرو او موجود في الكولوم في كله؟ لقيت ان هو في السكند رو موجود كله فيه 4 وكمان الثيرد رو موجود في كله 3. يبقى انا هاخد ال 4 كومن فاكتور من هنا وهاخد كمان ال 3. يعني تتعمل ازاي؟ تتعمل كده ال 4 ادي A دي M A دي
m، واخدت من السكند رو ال4 كومن فاكتور، هيتبقى لك BEN. لاحظت بقى ان في الثيرد رو كمان في كمان الايه، في ال3، يبقى انا هاخد كمان ادي ال4 اهي ملتبلاي ال3، هاخد ال3 هيتبقى لك C، هاخد من 3H ال3 يتبقى لي H، هاخد من 3Z برضه 3 هيتبقى لي Z. ايه ده طلع مستر الديترمن ده هو نفس الديترمن اللي هو اوريدي كان مديهولي فوق كله اصلا بكام؟ ب2. يبقى الناتج هنا هو هتبقى عباره عن ال4 باي ال3 باي اوريدي ال2. الناتج هنا كده يطلع بكام؟ يطلع ب 24. كده خلصنا حل الديترمن بتاع equation number 2. equation number 3 بيقول لك برضو solve the triangle ABC ان هو right at الB. زي ما اتفقنا هنرسم already على طول right triangle، وهيكون right في مين؟ في الB، ونحط هنا الA ونحط هنا الC. لو عكست الA والC قلت لك صدقني صح مفيش مشكلة. الAC بكام؟ ب 21 سنتيمتر، ومعايا الانجل السي برضو بكام؟ ب 21 ديجري. زي ما اتفقت معاك مين الحاجه اللي موجوده معايا اكتر؟ الانجلز. اتفقت معاك ان السم اوف الانتيريور انجلز ان اني تريانجل بيكوال كام؟ 180 ديجري. فانا اوريدي دلوقتي معايا 2 انجلز، اقدر اجيب الاي يبقى انجل الاي بايكوال، قلنا هنعمل 180 ماينس السم بتاع التو انجلز، بس اهم حاجه تحطهم جوه بتوين تو براكتس 90 بلس ال 21. هعمل 180 اهوت كده على الكالكوليتور ماينس ال 90 ماينس ال 21، يعني بلس 21 between two brackets. الناتج طلع ب 69 ديجري. كده خلص من اول حاجه. كده ناقصها كام مستر؟ الاي بي وناقصها كمان البي سي. طيب خلينا نكتب في اول حاجه كده الاي بي بالنسبه للانجل السي عباره عن ايه؟ عباره عن الاوبوزيت، واوريدي معايا برده الهايبوتنس. يبقى مستر استعمل قانون الساين. شاطر. يبقى الساين 21 equal الاوبوزيت اللي هو عباره عن الاي بي اوفر الهايبوتنس اللي هو كام؟ 21. اوريدي هودي 21 هناك بالمالتبلاي، يبقى الاي بي هتبقى عباره عن 21 باي الساين 21. تاني 21 باي الساين 21. طلع الناتج ب 7.5 سنتيمتر. طب يا مستر طب بالنسبه للبي سي هقول لك هي بالنسبه للانجل السي عباره عن ايه؟ هتقولي عباره عن الادجيسنت ومعاك برضو الهايبوتنس، يبقى انا هستعمل كده اللو بتاع كوزاين. شاطر. يبقى كوزاين 21 ايكو البي سي اللي هو الادجيسنت اوفر الهايبوتنس اللي هو كام؟ ب 21. يبقى الخلاصه كده البي سي بايكوال 21 باي كوزاين 21. تاني 21 كوزاين ال 21. طلع الناتج عباره عن 19.6 سنتيمتر. يبقى انا كده بالفعل جبت التلات حاجات اللي كانوا ناقصين. كويشن نمبر 4 وهو عباره عن السلوب. قلت لك دايما هيبقى عباره عن difference الواي اوفر difference الاكس. تاني difference الواي اوفر difference الاكس. y2 minus y1 اوفر x2 minus الاx1 ايكو y2 يبقى 1 minus 3. 1 minus 3 اهي ال1 هي الواي 1 minus 3 اوفر x2 minus x1 2 minus 0 2 minus 0. الناتج هنا يطلع بكام؟ 4 يبقى بنيجاتيف 2 اوفر ال 2. الناتج هنا هيبقى عباره عن نيجاتيف ال 1. ماشي يا شباب؟ ده بعد زي ما قلت لك انت اعمل بس اهم حاجه الفراكشن ده واعمله على طول على الكالكوليتر يطلع بنيجاتيف 1، ما تدخلش انت في تفاصيل. طيب تاني حاجه سوري 5 كويشن هو ده اخر حاجه معانا في موديل 2. بيقول لك هو عاوز البارامتريك ايكويشن. تاني عاوز ايه؟ البارامتريك ايكويشن. هتعمل ايه يا مستر؟ اتفقت معاك عشان اقدر اصلا اكتب الايكويشن بتاعت الستريت لاين لازم يكون معاك بوينت، لازم يكون معاك فيكتورز. تاني معايا بوينت ومعايا فيكتورز. اوريدي معايا البوينت وكمان معايا الفيكتورز. خلاص الامر منتهي. اكتب اللو بتاعي عباره عن ان فيكتور الار ايكوال a الاي ديت اللي بتمثل لي البوينت بلس الكي يو. الكي دي كانها كونستانت نمبر واليو هي بتمثل لك الفيكتور. اوريدي الار دي قلنا هنفكها لايه؟ لاكس وواي ايكوال الاي معاك بكام البوينت؟ ب 0 1 ادي 0 1 بلس الكي تنزل زي ما هي في فيكتور اليو. اليو اوريدي معاك بكام؟
اللي هي الدي، ما هو الفيكتور اهو، هو كده هو حتى الفيكتور ب2 و2، ادي 2 وادي ال2. اوريدي عشان نجيب البارامتريك قلت لك انت هتجيب الاكس وتخليها عباره عن السم بتاع الاكس كله، يبقى 0 بلس الكي باي 2 اللي هي 2 كي، يبقى 0 بلس 2 كي اللي هو عباره عن ال 2 كي، يبقى الاكس عباره عن ال 2 كي. الواي ايكوال 1 بلس الكي باي 2 برضه اللي هي 2 كي، يبقى 1 بلس ال 2 كي. يبقى انا كده جبت الاكس وجبت الواي، كده نكون خلصنا حل موديل 2. هسيب لك انت موديل 3، طبعا انت شفت الموضوع خلاص ايه طلع سهل وانت تقدر تمشي ايديك في موديل 3. هكون منتظر منك رايك في الفيديو، متنساش كده كومنت كده حلو وتعمل لايك وشير للفيديو. احب اقول لك في النهايه كان معاك مستر مايكل عاطف من قناه هنذاكر ماس. سلام.